الاخوان اكثر من 20,000 مواطن مغربي كان خصها تحول من المسكن ديالها قبل ما توقع الكارثه. هذا الكلام قالوا السيمو رئيس جماعه القصر الكبير. فاش واقع في القصر الكبير؟ واش هاد الناس غيتعوضوا على دوك الخسائر اللي وقعت لهم بسبب هاد الفيضانات اللي كلات احياء على قدها؟ ولا ما تكلمنا غنتكلموا على المدينه كامله اللي تقريبا غطاها الماء كيف ما كنشوفوا في الصور، اللي ولات كتشكل واحد الخطر كبير على الساكنه، لدرجه وليتي كتسمع الرئيس ديال الجماعه تيخرج وتيدير تصريحات بحال هذه لشده الخطر المحتمل. عطينا التصور ديالك المدينه شنو وقع؟ الجديد اللي كاين كاين شي اللي نتكلموا على مترو ولا جوج المترو، كاين نتكلموا الناس اللي هما كيتواجدوا في المناطق اللي هي معروفه بالماء يخويو، ماشي نهضر مع شي حاجه اخرى، يخويو وغيقول لي فيه البديل. الناس اللي هما في ظروف شده فقراء ما عندهم شيء غادي نشوفوا لهم دار شباب، دار الثقافه، المدارس اللي كتواجد في المناطق اللي هي عاليه. اذا كيف ما شفتوا الاخوان تحذيرات باش الناس تغادر دوك المنازل ديالها، بالاخص نتكلموا على الناس اللي ساكنين في الطابق السفلي. اما الناس اللي ساكنين الفوق فراه الاحتماليه باش يوصل عندهم الماء قليله، ولكن الناس اللي ساكنين الطابق السفلي او الارضي، وبما ان منسوب المياه ما تنتكلموش على مترو، بعض المرات راه كتوصل حتى لجوج. بالاخص انكم شفتوا ان الوقايه المدنيه والسلطات المختصه ولات كتعامل مع السكان باش يتم الاخلاء ديالها من دوك المساكن ديالها بالفلايك. هنا القضيه ما بقاتش عاديه، وبالاخص ملي سمعنا التصريح ديال السي سيمو الرئيس ديال جماعه القصر الكبير اللي ولا تيقول لك على ان السد امامنا والبحر من خلفنا، فاين المفر؟ يعني منذ 100 سنين ما عمر ما عرفوا الناس القصار في الوقت اللي ما كانش كاين السد والمخازن. اليوم اللي كاين السد، هذا الماء اللي جا فوق طاقتك لا تلام، يعني هالشي مهول. انت والله يخفف على العباد ديالو، والا الامور زايده في التصعيد، يعني زايده في خطوره. انت والله سبحانه وتعالى هذه الاحوال تتبدل باش يمكن يتم التخفيف، لان اليوم وغدا جاي الامطار كثيره، والاثنين غادي تضاعف ما نعرف على شحال، ربما توصل 150 مليون، الله اعلم شحال توصل. شيء كبير. ساكنه قصر كبير كنقول لنا الاخوان اللي كيتواجدوا في المناطق المتضرره خصهم يستجيبوا النداء. حنا معروفين الثروه او المغاربه بالتلاحم وبالتضامن، ولكن الناس اللي عندها عائلتها في طابس وعائلتها وحنا عارفين ساكنه قصر كبير كلها جات من البوادي المجاوره، ماشي عند عائلتي. انا بس انا قلت هادشي، قلت في الصيف كنمشي نخيم في وادله ونخيم في مرتيل، ودابا نمشي نخيموا على 10 ايام حتى يحيد هذا الافه اللي كاين اللي كنعانيو منه دابا. سمعوا الاخوان، الظرفيه اللي فيها القصر الكبير او المدن ديال الشمال بصفه عامه ظرفيه استثنائيه. ما غاديش نقول لكم ديروا هادشي اللي قال بالضبط الرئيس ديال الجماعه، يعني خذوها كعطله وسافروا وخليوا المنازل ديالكم، ولكن الناس اللي ساكنين في الطابق السفلي او الطابق الارضي راه الامور خطيره. الاخوان عافاكم ردوا البال، بالاخص كنتكلموا على اليوم الجمعه والغد السبت، لانه كاينه واحد النشره انذاريه غادي نتكلموا عليها من بعد. فاللي يقدر يخلي هذيك المنطقه اللي هو ساكن فيها، بالاخص دوك المناطق او دوك الاحياء اللي واصلهم المنسوب ديال المياه مرتفع، فعافاكم ردوا البال. الناس اللي ساكنه لتحت وقدرت تطلع الفوق تطلع، والناس اللي ما عندهاش الطابق العلوي فكنتمناو انها تغير المساكن ديالها وتبعد على هذاك النطاق ديال الواد، لان انت كتشوف هاد الويدان دابا ما عرفنا منين يخرجوا. البحر طلع، لا مارين طلعت، السد طلع، والمدينه جات في الخوا، جات من تحت. اذا هذا اشكال. حتى السلطات الاقليميه السيد عامل الله يجزاه بخير راه يعني مركز هنا، ولكن فوق قدرته ولا قدره الجميع، لان هذا امر الله سبحانه وتعالى. كاين مصالح خارجيه نازله دابا الان طلعت تعليمات باش نشوفوا مراكز الايواء. صافي دابا وصلنا النهايه ديال الفيلم، هو المراكز الايواء باش ندوا الناس اللي حسب التقديرات اللي قدروا دابا 20,000 اللي خصنا نهزوها تم التحويل ديالها. رقم اللي كبير بزاف. كنتكلموا هنا على العشرات الالاف من المواطنين خصنا نهزوهم ونديهم لواحد المراكز او لدور الشباب او نبنيو لهم خيام باش نقدروا نتجاوزوا هذه المرحله الاستثنائيه. فهنا باش ندوزوا للمراحل التقنيه الاخوان خصنا نعرفوا على ان السد ديال واد المخازن عمر، وبما ان البحر حتى هو طالع والارتفاع ديال الامواج طالع، فراه صعيب يتدفق لنا هذاك الماء في البحر، وبالتالي كيتبلوكا وتيوقف. زيادا على هذا الشيء ديك السيول او ديك الويدان مازال محدويه كتجيب الماء لديك المنطقه ديال القصر الكبير، وللاسف شفنا على ان المدينه بقات محاصره تمايا. وإلا شفتوا معايا هاد الواد الاخوان ديال لوكوس
اللي غادي حتى هو ودايز من هنا من القصر الكبير حتى هو عمر. هادشي اللي خلى السلطات المحليه ديال ديك المنطقه الاخوان دق ناقوس الخطر. وحاليا الاخوان كاين واحد الحاله ديال التاهب القصوى. السلطات المحليه، الدرك الملكي، الوقايه المدنيه، رئيس ديال الجماعه، السيد العامل، حتى من صاحب الجلاله الملك محمد السادس عطى واحد التوجيهات ساميه واكد باش يتوفروا لهم واحد الخيام لايواء دوك السكان المضرين والمهدين بالفيضانات، زائد توفير واحد المواد غذائيه. وهادشي بكل امانه اللي غيدوزنا لواحد المحور اللي مهم، هو هذيك التلاحم اولا ديك اللحمه ديال ولاد الشعب مع بعضياتهم. كنهضروا هنا على التضامن، كنهضروا على التعاون، كنهضروا على المساعده في سبيل الله. الناس كتبغي دير الخير الاخوان. هاد العمليه ديال الانقاذ اللي كنديروا جبنا مئات ديال الشاحنات عامرين بالرمال باش كيعمروهم في الخناشي وكيديروا بهم الحواجز على ما يدخلوش للديور الامن، وكنخرجوا الناس من الديور اللي عالقين. كاين المستشفى خرجنا منه الناس دايرين العمليات بالطراكس، كنهزوهم في البالا لان ما يقدر يدخل لا كاميون لا والو. كاين 2 3 متر 4 متر ديال الماء، وكنطلبوا الله يفرج علينا هاد راه الامور غاده ان شاء الله. ولكن الشباقه ما جا والسد باقي كينفسوه لانه لابد ما ينفسوه والا غيطرطق ويمشي كلشي. هذا الراجل الاخوان الله يرحم ليه الوالدين، ولكن قال واحد الكلمه اللي مهمه بزاف واللي هي اللي غادي نتكلموا عليها مزيان. بزاف ديال الناس كيقول لك اودي بما ان السد عامر وهو اللي داير هذه المصيبه اللي الماء اللي فيه كيطلقوه وتيزيد ياثر على دوك الفيضانات وتيطلع المنسوب ديال المياه، فعلاش كيطلقوه؟ علاش ما يحبسوش هذا السد هذا؟ وكجواب الاخوان غادي نسمعوا لاحد المختصين في القضيه. هذه الطلقات هي طلقات مهمه، هي من اجل تخفيف الضغط على حاجز السد، وقد تؤدي الى رفع منسوب الواد بسافله السد. وتؤكد الجهات المعنية أن عمليات التفريغ تندرج ضمن التدبير الاستباقي والآمن للمنشآت المائية في ظل امتلاء السد عن آخره، كما تشدد على أهمية تتبع منسوب المياه بوادي اللكوس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الساكنة وضمان التوازن بين سلامة السد وتأمين المجال الحضري. ردوا معايا البال هنا الاخوان، قال واحد الامور اللي مهمين بزاف. قال لك اودي اولا داك السد عمار 100%، يعني وصل ديك الطاقه الاستيعابيه ديالو كامله، وما يمكنش على انهم يخليوه بداك المستوى، لان السد كبنيه تحتيه لا قدر الله الى راب او لا الى فاض او لا الى انفجر، فراه دوك الساكنه اللي كيكونوا في ديك المدينه تقريبا تيتمحاو من الوجود، وديك المنطقه كامله كتغرق كيف ما شفنا في ليبيا في 2023. المهم ملي انفجر داك السد وجر معاه اكثر من 11,000 روح في لمح البصر، لدرجه المدينه كامله ولات كتبان بحال شي مقبره او لا بحال دازت شي عاصفه حصدت ديك الارواح بالبنايات ديالها بكل شيء ليها ومشات. فهنا شنو كنفهموا على انه تزادنا واحد المعلومه جديده، وهنا كنتكلموا على انه عندنا واحد الخبراء اللي كيحاولوا يديروا واحد التوازن او لا يوازنوا ما بين ان السد ما خاصوش يفيض او لا يريب دقه واحده، لان العمر بزاف وما نقصتيش منه، فاكيد ما غاديش يقدر يتحمل هذيك الطاقه الاستيعابيه كامله. ومن جهه اخرى ملي غنبغيو نقصوا من هذاك السد راه ما غنقصوش منه دقه واحده، لا، القضيه كتكون بشويه بشويه، وكيعلموا السلطات المحليه، والسلطات المحليه كتعلم هذوك المواطنين باش ما يكونوش في ذاك المسار اللي غيدوز منه الماء، وتتم القضيه في اجواء عاديه جدا. في هذه اللحظات كتبدا الطبقه المائيه كما كتشاهدوا معنا. باختصار الاخوان هذا كان غير مثال وتيبين لنا على ان دوك الطلقات المائيه تيكونوا بواحد الشكل تدريجي، وكيف ما قلنا تيعلموا السلطات والسلطات تتعلم المواطن، وبالتالي كتكون الامور عاديه. ومن جهه اخرى تنحقوا داك المبتغى اللي هو ان هذا السد هذا ضروري ما خصو يتنفس قبل ما يدير لنا شي فضيحه. والساكنه ديال القصر الكبير او الساكنه ديال الشمال او الساكنه ديال المغرب كامل خصها تفهم على انه حاليا حنا عندنا واحد الظاهره طبيعيه اللي كنمروا منها، فخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. بالاخص شفتوا جات مع هاد الشتاء هذه اللي قاصحه، فدوك الاجراءات ولا داكشي اللي كتقول لكم السلطه المحليه فراه خصو يتنفذ حفاظا اولا على السلامه ديالك انت كمواطن. راه اماكن فيها غادي يوصل حتى 5 متر، الله يرضي عليكم، راه امور توصل حتى 5 متر، ردوا بالكم، امور في خطر،
الغرض عليكم راه الامور في خطر. فعافاكم اللي ساكن في الطابق الارضي ولا في الطابق السفلي يطلع الفوق، واللي ما عندوش الفوق يحاول يمشي لشي منطقه اخرى اكثر امانا، لانه احنا في واحد المرحله كيف ما قلنا استثنائيه. ما تنهضروش على ان الجماعه خصها ضروري تجيب لك فين تسكن ولا فين تديك. يا ودي قدي دابا باش مكان، لانه كنتكلموا على السلامه ديالك والسلامه ديال وليداتك. من بعد غادي نرجعوا نشوفوا المسؤوليه ديال هادشي على من غادا طيح، ولكن كنتكلموا دابا على انه خاصك تخوي الا بامكانك تخوي. وباش نتفاهموا على واحد الحاجه، انا راه كنسجل دابا الحلقه نهار الجمعه 30 شهر 1 2026. هادشي ضروري خصكم تعرفوه باش تعرفوا الوقت اللي انا تنهضر عليه. المهم سيدي، الناس دخل ليها الماء، وماشي غير دخل، الناس فاض عليها الماء، وكاين الناس اللي مشات ليها ملايين صحيحه للاسف وخسائر اكيد. تنهضروا على اجهزه، وكاين الناس اللي خدامه بماكينات كبار، كاين الناس اللي خدامه بواحد الماتيريال اللي هو غالي، وتنهضروا على بعض الشركات، كنهضروا على محلات ديال النجاره اللي عندهم الماكينات كبار. فراه وقعت الاخوان، وقعت خسائر للاسف. البارحه اخي كان شويه ديال الماء، قلنا ما كاينه والو. مشيت للدار بقيت مراقب الكاميرا، كل مره كيطلع شويه كيطلع شويه كيطلع شويه، مي وصل للسياره صافي اضطرت نفع مع 6 الصباح. وجيت غاوت الدراري اللي خدامين معايا بقينا كنطلعوا هذا الشيء هذا. المهم ما فينا، حنا عتقنا واحد شويه. ديك الشاري هو اللي مشى لي دابا داير شي 5 الملايين ونص، بدلوا المطار وكل شيء. السلام الحمد لله مشات لنا شي 2 الملايين ديال الدائف. حنا كنتابعوا طلعنا ديك الشيء. وعندي محلي عاوتاني فيه المواكل الاخرين بعدوك مشاو كاملين، يعني شي 7 الملايين 8 الملايين. وعندي عاوتاني المحل فوق تا هو دخل لي فيه هذا جهه الزهره، يعني مشات واحد تكون شي 10 الملايين كتسلعه. ايوا هادشي الله ما عندنا ما نديرو اخي، الحمد لله ما عندنا من اسم امر الله. شو سبحان الله الاخوان، السيد ماشيه لي ملايين صحيحه ومع ذلك بقى عنده واحد الابتسامه وتيقول لك هادشي مكتاب وهادشي بيد الله ما عندنا ما نديرو. فداكشي علاش كنتمنى من السلطات المعنيه والسلطات المختصه من بعد هاد الكارثه هذه يتم وضع اولا فتح واحد الصندوق ديال اولا خاص بهاد الكوارث الطبيعيه. تنهضروا حصرا على الفيضان ديال القصر الكبير، باش يتم على الاقل تعويض هاد الناس هادو ما يمشيوش بلاش او لا يتحملوا الخساره كامله، لان هذا الشيء صراحه قاصح بزاف. وانا كنسمع ليه تيهضر لك على ملايين، عرفتي شنو هي ملايين؟ هذا واحد من بزاف. فتخيلوا معايا انه كاينين الناس اللي دخل لهم الماء وخربق لهم كل شيء الاخوان، كلا لهم التلفازات، كلا لهم الحوايج. فالصعيبه ملي كتجي كتحط راسك في بلاصتهم، ف لا اله الا الله الاخوان. لا حيد الضوء علاش ما تستناش. دابا المشكله الاخوان هادشي هذا دابا ديال الماء كيف ما قالت السيده. تخيلوا معايا الله يحفظهم ما عندهم وليدات الله يخليهم ليهم، الله يسر الاخوان. عرفتي الضو مع الماء راه ما صعيبه والله صعيبه. يعني ما غتحس بهادشي اللي تنقول لك حتى تكون انت تمايا وتشوف ديك المعاناه عاد غتقدر تحس بها، لان هادشي صعيبه الاخوان ما ساهلش والله. ما يخرج بغيت نقول لكم تشوفوا زعما هادشي اللي وقع لنا بسبب الفيضان، وانتم كتشوفوا الحاله كي عامله ضررنا الصراحه الله بزاف. من البارح في 2 الليل وحنا كنخرجوا في هذا الماء هذا، نطلبوا الله يلطف بينا وصافي الله يعمل شي تاويد الخير. هادشي بالمناسبه الاخوه اللي تتشوفوا راه ماشي هو اللي كاين وهو اللي وقع، لا هادشي راه من بعد ما وقع هادشي. يعني حتى خو الماء عاد خرجوا الناس تيوريوك شنو واقع، لان في الاول راه تتهضر على الماء راه كاين اللي وصل عنده طالع بمترو، راه هادشي راه لا اله الا الله والله. الصراحه الله تكرفصنا بزاف، حيت عندنا عيس سفلي والماء كيطلع علينا من باتيو ومن الحمام. ايوا اش غنقولوا، الحمد لله على لطف الله وصافي الله يدير شي تاويل الخير والله يلطف بينا والسلام. كيقولوا وقيلا كيطلقوا السد كينفسوه شويه وكيخرج على الواد. من خرج على الواد دابا ديك الواد الحار اللي في القوادس ما بقاش كيبغي يستقبل الماء، ولا كيخرج علينا من الدار. حنا خرج عندنا من الدار، حنا ما دخلش علينا الماء من الزنقه، حنا من وسط الدار طلع علينا الماء من الحمام ومن الباتيو انت كتشوفوا من الحيوط كيخرج علينا. يعني ما فهمناش
المشكل اللي كاين هنا الاخوان هو ان داك الماء ما تنهضروش الماء ديال هذا الدار ولا الماء ديال هذا الحي، لا تنهضروا على الماء ديال ديك المنطقه ولا دوك المجمع ديال داك 13 حي سكني تمايا. داك الماء ديالو ما عندوش فين يمشي فبقى حاصل تمايا، وبالتالي هاد الناس مثلا ملي تيكونوا في الكوزينه مثلا وتيبغيو يغسلوا الماء عند داك الماء ما عندوش فين يمشي، بالعكس الماء تيعاود يرجع عندهم وتيدخل لهم للدار. بمعنى ها انت كاع بغيتي تخرج هاد الماء هذا فين غادي تخويه، فين غتديه، واش غتلوحو برا وبرا اكثر من الداخل؟ فاجأنا في الليل نوضنا كنشوفو كنجبروا الماء غارق. المهم انتم عارفين الاخوان على ان المغرب في هاد 7 سنوات اللي دازت تقريبا مرينا من واحد الجفاف اللي قاصح، كنحمد الله وتنشكروا على هاد الشتا اللي جات مؤخرا. فصراحه وبكل امانه جات شتا قاصحه زائد واحد الاعصارات زائد الثلوج. راكم شفتوا الدوله كيفاش ولات بالثلج، شي مناطق ما عمرو طاح فيها الثلج وطاح فيها الثلج. فعلى سبيل المثال راه تتهضر مثلا هنايا السد ديال الواد المخازن راه عمر 100% مقارنه مع السنه اللي فاتت اللي وصل غير 68%. يعني دابا حاليا راه وصل لواحد الطاقه الاستيعابيه ديالو الكامله. الشريف الادريسي حتى هو نفس الشيء 100%. تتهضر على السنه اللي فاتت كان غير 79%، الاخر 54%، كانت السنه اللي فاتت غير 14%. فراه كتهضر على ارقام اللي ما كانتش متوقعه. زائد جوك مع شي حوايج اخرين اللي خلاو السدود يمتلئوا كاملين. اكيد ان هذا الشيء هذا غادا تكون عنده واحد الاثار سلبيه كيف ما عنده اثار ايجابيه اكثر. فما علينا الا نقولوا الحمد لله الشتا كانت خاصه الاخوان. وانتم شفتوا الوضع ديال الفلاحه في المغرب كيفاش ولا وفين وصلنا مع داك الجفاف اللي كان، وشفتوا المناصب ديال الشغل كنهضروا على مئات الالاف ديال الناس فقدت الوظائف ديالها بسبب الشتا ما كانتش. فباختصار كنتمنوا واحد المساله انها تكون بصح. فمثلا يوم الجمعه اللي انا كنسجل فيه 30/1/2026 في الصباح ديالو بداو كيخرجوا شي ناس من تمايا فاعلين جمعويين تيقول لك على ان المنسوب ديال المياه بدا تينخفض في القصر الكبير. الحمد لله هذا قضاء الله وقدره. بالامس كانت المياه الصراحه في واحد المستوى عالي جدا، والحمد لله السلطات تدخلت في الوقت المناسب وداروا جميع المجهودات ديالهم الصراحه يشكرون، وقاموا بنقل جميع السكان بجميع الوسائل باش ما توقعش حاله الله يحفظ ولا شي حاجه. وطلبوا من السكان عبر جميع الوسائل باش زعما يخويو المنطقه، لانهم شافوا المنسوب ديال المياه بدا كيرتفع كل لحظه كيتزاد. حنا كنقولوا راه غينقص، هو كيتزاد حتى انهم صافي وتدخلوا بواسطه جميع الاليات الصراحه وبالمختلف الرتب ديالهم الصراحه. كانوا معنا السلطات الليل وبالنهار حتى قاموا بالاجلاء ديال السكان. وبالنسبه للسكان اللي ساكنين في المنازل السفلى الصراحه مساكنه وصلهم الماء لواحد الحد قياسي صراحه تقريبا ما بين 70 80 سنتيم بالنسبه للمنازل اللي كاينه لداخل لها. هادو اللي على برا شويه وصل ما بين 40 ل 50 سنتيم. والحمد لله ان شاء الله الامور غتكون ان شاء الله الامور بقات دابا كتنفرج، وكما كتلاحظوا المياه رجعت شويه وانخفض المستوى ديال الماء والحمد لله. الحمد لله لطف الله هادشي اللي قدروا الله. كنتمنوا الاخوان ان هذا الشيء هذا يستمر في الانخفاض، لان الناس الساكنه عانت بزاف تمايا. ولكن بالرغم من ان هذه الاخبار الايجابيه واللي فرحتنا، ولكن كنتفاجئوا انه كاينه واحد النشره انذاريه اخرى. كنهضروا على نشره انذاريه باللون البرتقالي، يعني كنتكلموا على ان القضيه ما سهلاش، وان القضيه من الجمعه حتى السبت حتى هي كاين فيها واحد الاحتماليه انه يقدر نشوفوا واحد الامطار اخرى اللي تكون خارجه شويه عن السيطره، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش اكيد. في نشره انذاريه محينه لمديريه الارصاد الجويه صدرت هذا الصباح، وهي من مستوى يقظه برتقالي. تتوقع المديريه زخات وامطار قويه تتراوح مقاييسها بين 40 و60 ملم بكل من العرائش والحسيمه وتونات وتازه وشفشاون، وبين 40 ملم و20 ملم بمناطق مولا يعقوب وزان وتطوان، وذلك ابتداء من الجمعة اليوم يومه الجمعة إلى غاية 6 من صباح غد السبت هذا. وتتوقع المديرية رياح عاصفية محليا قوية تتراوح سرعتها بين 75 و90 كيلومترا في الساعة بكل من ميدلت، توريرت، وجد، أنقاد، الناظور، جرادة، بركان، دريوش، المضيق، الفنيدق، تطوان، فحص، أنجرة، شفشاون، تازة، قرسيف، الحسيمة، بولمان، فيقيق وورزازات، وذلك إلى غاية منتصف نهار غد السبت. فالمهم الإخوان عافاكم
منكم اللي ما خدامش ولا اللي ما قاريش ولا اللي ما عنده ما يدير برا يبقى في دارو، واللي دارو في السفلي عافاكم يطلع الفوق، واللي ما عندوش الفوق عافاكم. ظرفيه استثنائيه ديباني ودي ديباني دابا، ومن بعد غادي نوجهوا الاصابع. وباش نكونوا تاني واقعيين من جهه اخرى، هذه ظرفيات استثنائيه، هذه ظاهره طبيعيه، ما غاديش نبدا تلعب الدور ديال المحامي، ولكن هذا واقع. فاهم حاجه ندوزوا من هذه المرحله هذه ومن بعد نهضروا في اللي باقي. والحاجه اللي كنتمنى منكم عافاكم ردوا البال المصادر ديال الاخبار. المصادر ديال الاخبار مهمه، بالاخص الناس ديال القصر الكبير. ما تبقاوش متبعين بعض الصفحات ديال الفيسبوك او تيك توك اللي كتعطي اخبار مزيفه للاسف وتدخل الناس وما تتوصلش الحقيقه كما هي، لان الامور حاليا راها نقدروا نقولوا باللي راها تحت السيطره. فالله يدير شي تاويل ديال الخير، وتاكدوا تكونوا مشتركين في القناه. التعليق ديالكم تحت. واحد زين فيديو، نشوفكم فيديو جاي. تهلاو وتفرج معاك في هذا الفيديو غيفيدك بزاف.